هي الناس دي ملمومة كده ليه يا دكتور؟ من اللي سمعته منهم فاحنا في فترة عدم الاستقرار اللي بتعيشها كيميت. طب بقول لك يا دكتورة، هو ليه يحيى ما استخدمش التمثال زي المرة اللي فاتت؟ ممكن ما كانش معاه او ما تخيلش ابدا اني هطلع من الحفرة اللي قدام هرم ونيس. في الاخر احنا خلاص هنا وهنعمل اللي احنا عايزينه. ايوه بس احنا عاوزين ناخد البرديات ونمشي، اللي بيحصل ده هيعطلنا. بالعكس، اللي بيحصل ده هيساعدنا نوصل لأكتر من البرديات بكتير. يا شعب كيميت، بلادكم بتمر بظروف محدش هيدفع تمنها غير اللي بيحب بلده وعايزها تقف من تاني وتستكمل بناء حضارتها العظيمة. أنا نقلت للملك كل اللي بيحصل، قلت له إن المستفيدين منه بينقلوا صورة مش حقيقية عن اللي بيحصل، وإن العدالة نهشها الفساد، وإن الواقع مرير. وكلامك ده ممكن يغير حاجة؟ الصدق في كل الأحوال هو اللي بيغير. كيميت مش هينجيها غير نقل كل اللي بيحصل بصدق. انا شخصيا مش هسكت. ولا انا ما ينفعش الكلام ده. فين الكبير يكلمنا؟ مش معقول. مين ده يا سينو؟ وايه صلته بالملك؟ ده بيبي نخت حاكم، رجل وطني كل هدفه ان كيميت ترجع لامجادها قبل كل اللي بيحصل لها. يعني ايه راجل وطني؟ ووظيفته ايه يعني؟ رجل وطني يا ولاد يعني شخص بيحب بلده ومستعد يضحي عشانها بكل حاجة، ودول على مدار التاريخ بينقذوا دول ويساعدوا في نهوض وينتصروا لإرادة شعوبهم. بيبي نخت ده موظف كبير في كيميت، لكنه غير راضي ابدا عن اللي بيحصل، وزي ما سمعتوا بيحاول يعيد الحاكم للمسار الصحيح. وتفتكروا هينجح ولا الموضوع هيكبر والناس دي هتفضل واقفة هنا قدام قصر الحاكم؟ الإجابة على السؤال ده يا كنوز يخلينا نعيش الحكاية كلها من الأول للآخر، وعشان كده هقول لكم يحيى، كنوز، عصام، مازن، غمضوا عينيكم. ايه صح صح صح. لازم ننتهي من السفينة في أسرع وقت ونرجع للعاصمة. اشتغلوا بهمة أكبر يا رجالة. قدامنا على الأقل يومين وليلة أيها التاجر عن خبيبي. هنشتغل يوم كامل من غير راحة عشان نعرف نخلص بسرعة. الحقوا، في هجوم من الآسيويين. يا رجالة احموا السفينة من اللصوص دول، البضاعة اللي عليها بتاعت ناس. قتلوا التاجر الطيب عن خبيبي. من هنا هسيطر على كيميت كلها. تكتارة سيطرة، تكتارة سيطرة، تكتارة سيطرة.